يعني والله مش عارف اقول لكم ايه بجد. يعني حوالي بقالي شهر و10 ايام ما مسكتش الموبايل كده وصورت ولا نزلت اي حاجه. بقالي فتره مختفي تماما. وكمان اصلا يعني انا اعتقد انا عايد الانترو بتاعت الفيديو دي اكتر من 3 مرات لدرجه ان انا مش عارف اطلع اقول ايه، يعني مش عارف اقلب الكاميرا، نسيت ان انا كنت بتكلم ازاي. بس اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني قوي 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 لدرجه ان انا نسيت الانترو. انا مبسوط جدا ان انا عدت الانترو وعدت ان انا صورت تاني. بس طبعا هو كان كل ده اللي حصل خلال شهر و10 ايام ده. كان في حاجات كتيرة حصلت، وحاجات بإرادتي وحاجات غير إرادتي بصراحة. آه مش عارف أبدأ منين ولا منين يا جماعة والله، بس يعني انتوا وحشتوني بجد. ايه اللي سبب ان انا اختفيت هذه الفترة لشهر و10 ايام؟ انا لسه ما اعتزلتش ولا اي حاجة، انا لسه معاكم. واول حاجة يا جماعة كانش عندنا راوتر. الراوتر بتاعنا كان باظ بمعنى الكلمة يعني. قعدنا حوالي 20-25 يوم من غير راوتر. كنا قاعدين على كروس فكة، كنا قاعدين على باقات وبتخلص الباقات في 3-4 ايام. فما كنتش عارف انزل اي حاجة، يعني ما كانتش اي حاجة تنفع تنزل اصلا. كارت الفك اصلا مش هينزل غير يعني 1 ميجا مثلا، فكان مستحيل. بلس ان انا اصلا كمان كنت كسول جدا جدا. بس ما يمنعش ان انا كنت في انتاجيه عاليه جدا. ازاي؟ هقول. كنت كسول ان انا اصور فيديوهات، لان انا عارف ان انا لو صورت اي فيديو عموما مش هعرف انزله. فعشان كده ما كنتش بصور فيديوهات، فكنت كسول عن تصوير الفيديوهات. لكن عموما كانت انتاجيتي عاليه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان خاطر ان انا كنت بعد عن اي مشتتات، عن الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، اليوتيوب، ده كله كنت بعد عنه. ما كنتش معيش غير كارت فكه مثلا بقعد عليه مثلا ربع يوم، وباقي اليوم بقعد مفيش اي حاجه. فكانت فرصتي ان انا احقق انتاجيه، وفعلا حققت انتاجيه عاليه ومبسوط من ده. في حاجات كنت مأجلها وفي حاجات ما كنتش باخدها وخدتها الحمد لله. ولكن اول ما دخل النت ورجع تاني كل الحاجات دي تراجعت. ف زعلت من نفسي بصراحة، بس هو ده الإنسان، بنقع ونقوم عادي جدا. فعشان كده نصيحتي ليكم، لو انتوا عندكم نت ودايما قاعدين عليه، حاولوا ان انتوا توقفوا كده مع نفسكم لحظة. زي ما انا مش بقف بصراحة من نفسي، انا بقف غصب عني، يعني حاجة خارج ارادتي فلازم اقف. فحاولوا ان انتوا تقفوا لو هي حاجة لو عارفين بارادتكم تعملوها. حاولوا ان انتوا تقفوا كده اللحظة وتشوفوا بقى الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها، الاكتيفيتيز، الكورسز اللي انتوا عايزين تاخدوها. وكل ده بجد بجد يا جماعة هتفرق قوي. وعلى فكرة موضوع ان انا بقى مش هلحق اواكب الترندز والحاجات دي، على فكرة يا جماعة انا كنت بقول لكم بعد على كارت فكة ساعة مثلا مجمل اليوم، يعني مثلا بفتح مثلا ربع ساعة نص ساعة في اليوم. كل ده بجيب كل حاجة، مفيش حاجة جديدة كمان أصلا بتحصل. وتاني حاجة يا جماعة برضو كان عندي قطط صغننة كده، 4 قطط. المهم إن القطط دول ماتوا موتة يعني شنيعة بجد. يعني ما ماتوش بقى اللي هو عربية ضربتهم ولا أي حاجة من دي، لأ، هم ماتوا يعني موتة بجد يعني. أنا اتضايقت جدا وزعلت جدا. هم وقعوا من الدور الرابع. قطة صغننة لسه مولودة عندها 25 يوم أو شهر عموما، وقعوا من الدور الرابع. طبعا هو خارج إرادتي برضه، بس ده أمر مقدر. زعلت. بس في الأول عشان أكون صريح معاكم، كان أي حد كان بيتكلم إن هو مربي حيوان، ان هو مثلا لما يموت او كده بيزعل جدا ويتضايق. فانا كنت دايما بقول يعني ليه؟ يعني الموضوع مش مستاهل، ده حيوان يعني واليف وكده وبيتربى وخلاص يعني وبيروح لحاله، مش بني ادم وكده. بس لما جربت الشعور حسيت لا، فعلا الموضوع صعب جدا جدا جدا. كنت يعني هي كانت الموضوع ده من كام يوم. ف فكان الموضوع مؤلم صراحة، يعني زعلت جدا. فالحمد لله، الحمد لله. وكمان يعني حسيت ان الكلمه دي المفروض تتقال مع اي حد قال لك مثلا ان قطتي ماتت او اي حاجه، فاقول له ان المشاعر لا تناقش. وكمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان ولد مربي عصفور والعصفور ده مات،
وزعل عليه جدا جدا. الرسول عليه الصلاه والسلام راح وساه وطبطب عليه وباسه، ويعني سبحان الله العظيم، يعني الموضوع يعني لو ما كانش مستاهل كده ما كانش الرسول عمله. فانتوا متخيلين الرسول عمل وطبطب عليه، فالموضوع يعني يستاهل. فالحمد لله عموما على كل شيء. طب في حاجات تانية طبعا خارج ارادتي، وحاجات طبعا مش هعرف اقولها. فكان المجمل كله ان انا ما كنتش هعرف اصور خالص ولا انزل اي حاجه على الايه يوتيوب، ولكن قررت ان انا انزل الفيديو باستمرار ان شاء الله. عشان انا اخر مره قلت ان انا هنزل الفيديو اللي هو الاخر فيديو اللي هو قبل ده بالظبط، قلت ان انا هنزل الفيديو باستمرار، النت قطع وباظ الراوتر وكل حاجه، كل حاجه كانت ضدي ساعتها. ولكن باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان احنا هنحاول ان احنا ننزل فيديو كل اسبوع باذن الله. وكمان اصلا الفيديوهات الجايه هتبقى جامده جدا، لان هي تبقى داخله الدراسه، يعني مش عشان جامده عشان الدراسه حلوه خالص، احنا زعلانين عشان الدراسه داخله، لكن جامده عشان انا هخرج كتير، بعمل حاجات كتير، ففي حاجات كتير هتتصور. لكن في الاجازه يعني مش بخرج كل الوقت عموما، فما كانش في حاجه بتتصور. لكن الدراسه داخله في حاجات كتير، والفيديو الجاي اللي هو بعد ده على طول هيبقى تحفه يا جماعه، ومن الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها جدا. فان شاء الله انا قررت باذن الله ان انا انزل فيديو كل اسبوع على اليوتيوب. هيكون ان شاء الله يوم الاثنين، هيكون يوم الاثنين. امتى بالظبط انا هقول لكم على الانستجرام على الميعاد، او ان انتوا ممكن تقولوا لي في الكومنتس انتوا حابين الميعاد يوم الاثنين ده يبقى الساعه كام، الساعه 5 الساعه 8 الساعه 10، شوفوا انتوا حابين الساعه كام. ليه اخترت يوم الاثنين؟ عشان في ناس هتقول لك يوم الاثنين غريب. هقول لكم لان انا دايما اخر الاسبوع مثلا بيحصل حاجه فممكن اصورها. مثلا يوم اول يوم كليه، فمثلا لاول يوم كليه هبتدي حد، فانا مثلا اصوره لكم فاعرف انزله يوم الاثنين. لكن انا لو نزلت مثلا الجمعه او الخميس مش هعرف انزل لكم حاجه الاسبوع الجاي، فاهميني؟ يعني مش هلحق. يعني انا هكون مثلا نزلت حاجه وبصور في حاجه فهتنزل متاخر، فهيبقى مشكله كده عندي يعني بتدور كده، فمش هفهم راسي من رجلي. فلكن من يوم الاثنين بتبقى مثلا اخر اسبوع، لو ما صورش اي فيديو هقدر ان انا اصور لكم مثلا في يوم الجمعه مثلا الحاجات دي. فبس فان شاء الله استنوا يوم الاثنين ان شاء الله من كل اسبوع هننزل فيديو. وعايز بقى كومنتس وشير ولايك وكل حاجه. طبعا على الانستجرام ان شاء الله ان شاء الله برضو هحاول ان انا هنزل ريلز باستمرار، وهتابعوني على الستوريز ان شاء الله، انا اكتف على الستوريز الى حد ما. فان شاء الله الدنيا هتتصلح وهتغير باذن الله. بس انتوا اهم حاجه انكم تشجعوني، ولو ما نزلتش اي فيديو ابعتوا لي يا جماعه، ابعتوا لي على الدي امز على الانستجرام، بقراه وبقرا كل الكومنتس اللي على اليوتيوب. ابعتوا لي قولوا لي نادر انت فين الفيديو. طبعا مش محتاج التشجيع، لازم اقوم من نفسي، ولكن بحس ان الكلام بيفرق جدا. فده كان سبب غيابي، ويا رب تكونوا يعني مشتاقين لي كده زي ما انا مشتاق لكم. يعني دلوقتي بقى نفتح الاوردر ده مع بعض. الاوردر ده لسه واصل لي حالا وانا بصور الفيديو. ده اوردر من ادمز، براند اسمه ادمز بتاع حاجات رجالي، اللي هو شامبو وشاور وحاجات من دي. طبعا ده مش اعلان نهائي، انا دافع الحاجات دي كلها بفلوسي. تمام. عرفته منين بقى؟ حازم صديق اللي هو من بودكاست واعي. بصراحة أنا بحب بتوع بودكاست واعي جدا وبثق فيهم، فهو كان عامل إعلان ليهم. هو جرب منتجاتهم، يعتبر عمل ريفيو ليهم فعجبني جدا فوثقت فيه فجبت الأوردر. فتعالوا كده نفتحه مع بعض. تمام. هو جبت 2 برودكتس من عندهم، هما 2 برودكتس بقى. جبت 2 برودكتس من عندهم، بس أنا كنت أتمنى إن هو يجي لي أحسن من كده، من بوكس أحسن من كده، بس اتس اوكي يعني عادي مش مشكلة، ممكن عشان شركة الشحن ولا حاجة. أول حاجة هو طبعا العلبة اتدمرت، متدمرة يعني من الشركة، شفتوا عاملة ازاي؟ بس أول حاجة وهو البيرد أويل من آدمز. نفتحه مع بعض نشوفه مع بعض. هو اتس اوريدي حلو الباكجينج جوه، لذيذ، عاملين حاجة سيف كده. طبعا بتاع باظ كله، المهم ما يكونش حاجة وقعت يعني. ده سيرم اويل بيتحط على الدقن، بيرطب الدقن ويديله جلو كده، وحلوة جدا يعني عجبني. ملوش ريحة، بس بصراحة البتاع تحس ان هو كده باكجينج حلو بصراحة. ده اول برودكت. تاني برودكت بقى جبت
هير كريم للشعر. انا دايما كنت بستخدم سترونجل، بس قلت واي نوت ان انا ما اجربش ادمز الكريم بتاعهم. وقال ان هو كل حاجه مستخلص طبيعي وحلو جدا، حلو قوي ان هم مكيسين كده. ده الهير كريم الاتنين، استنى نفتحها برضو مع بعض اوريكم من جوه. اه حلو قوي، ناعم، شفتوا اهو. اوه، حاطين اللي هي اللي ما توقعش الكريم، مش عارف انتوا شايفينها ولا مش شايفينها، اللي هي السيليكون الابيض ده. اوه يا جماعه، ريحته حلوه جدا برضه. هو 100 جرام المفروض اهو، وده الكريم، فيا رب يطلع حلو بس، ان شاء الله ان شاء الله. وزي ما قلت لكم ان ده كله انا دافع حقه ومش اعلان، عشان محدش يقول ان هو اعلان. فان شاء الله هجرب التو برودكتس دول، هجربهم واقول لكم ريفيو كامل بكل ثقه. هو هيبقى حلو ولا وحش ولا ايه بالظبط، زي ما انتم متعودين. ووصلنا لاخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم. طولت عليكم شويه بس يا عم قول طول. فبس كده، يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه حتى لو 1%. لايك، كومنت وشير، وقولوا لي في الكومنتس المحتوى اللي انتوا عايزين تشوفوه. وقولوا لي كمان ما تنسوش تقولوا لي عايزين يوم الاثنين ان شاء الله كل فيديو يكون الساعة كام. طبعا الفيديو ده هينزل قبل يوم الاثنين، عشان تكونوا عاملين حسابكم ان الاثنين الجاي هيكون فيديو جديد. استنوني، وما تنسوش تعملوا تفعلوا زر الجرس ولايك وكل حاجة انتوا بتحبوها. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام. بس كده، سلام.